بعض المقربين من الفنان الراحل محمد رحيم زي الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وعمرو أديب قالوا إن هو توفي مقهور يشعر بالظلم والتهميش، واتكلموا على أساس إن هو ده سبب الوفاة. أيا كان سبب الوفاة ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أسرته. بس أنا بالمناسبة دي أنا عايزة أتكلم معاكم عن دراسة مهمة جدا اتعملت سنة 1938 على يد أكبر باحثين علم النفس في هارفارد. اتعملت على 724 إنسان حول العالم، وكانت الدراسة دي بتهدف للوصول لسبب السعادة، عيش لمدة أطول مع أقل عدد من الأمراض أو أقل قدر من الأمراض. 724 إنسان دول طرحوا عليهم أسئلة حول مختلف مجالات حياتهم صحيا بقى واجتماعيا وكل حاجة. بدأوا يتابعوهم لمدة الدراسة اللي هي 85 سنة علشان يكتشفوا في الآخر إن سبب السعادة الحقيقي ما كانش الفلوس، وما كانش النجاح المهني، وما كانش عندك كام فيلور، ما كانش الأكل الصحي ولا الرياضة، كان القدرة على المحافظة أو تكوين علاقات اجتماعية سليمة إيجابية. الباحثين قالوا إن أول مفتاح لتكوين علاقات نفسية، لتكوين علاقات اجتماعية إيجابية، هو إنك تكون عندك اللياقة الاجتماعية. يعني تطبيقا للآية الكريمة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لازم ان انت ما تكونش لسانك دبش وتقول انا اللي في قلبي على لساني، ده انت كده قلبك اسود ومهبب، فاهميني؟ الناس برضه هتبعد عنك. فهم ادوا المفتاح ده ان انت تكون ان انت لازم تكون عندك اللياقة الاجتماعية ولطيف. الباحثين كمان تساءلوا عن ليه الإحساس بالانتعاش ده لما تحس إن اللي قدامك فهمك في محادثة ما، الإحساس الحلو ده بيجيلك ليه؟ يعني إيه السبب؟ وكمان تساءلوا ليه الناس في أول العلاقات العاطفية بتاعتهم ما بيناموش، بيعرفوش يناموا الليل؟ هل أكلين إتيل، سارقين سريقة، واكلين مال يتيم، ضميرهم مأرنبهم؟ لا، ولكن بسبب إحساس السعادة وفرط الحماس اللي بيحسوا بيه لما يلاقوا علاقة اجتماعية ناجحة. الارتياح ده ممكن يأثر تأثير مباشر على حالتك النفسية وبالتالي على حالتك الجسدية. الباحثين كمان حطوا لكم كام معيار، يا ريت محدش يكسل، الموضوع طلع أخطر وأهم مما إحنا متخيلين. حطوا لكم كام معيار كده انا هقوله لكم دلوقتي، اعتبروه بمثابه اشعه سينيه تقدر من خلالها تحدد هل انت عندك علاقات اجتماعيه من اللي بيتكلموا عنها في الدراسه دي، اللي بتطول العمر دي، او يعني بتخلي جوده عمرك افضل، ولا العلاقات اللي عندك كلها مزيفه وانت محتاج تشتغل عليها والموضوع مستاهل. اول معيار اتكلموا عنه هو معيار الامن والامان. بيقول لكم اعملوا جدول اكتبوا فيه المعايير اللي انا هقوله لكم دلوقتي، وشوف كده هل العلاقات اللي في حياتك بتحقق لك الامن والامان اللي انا هشرحه دلوقتي. لو بتحقق المعيار ده اعملوا زائد، واكتبوا اسم الشخص اللي بيحقق لكم المعيار ده، ولو مش بتحققوا اعملوا ناقص، واكيد مش هتكتبوا اسم الشخص لانه مش موجود. اول معيار اتكلموا فيه هتحطوه في الجدول هو معيار الامن والامان. هل في عندك حد ممكن لو صحيت في نص الليل خايف، حاسس بأي مشكلة أو أزمة في أي وقت من اليوم تقدر تتصل بيه وانت كده مرتاح وانت مش قلقان أحسن تزعجه، أو قلقان من رد فعله؟ هل علاقاتك فيها حد بيقوم بالدور ده معاك؟ لو صح اكتب زائد واكتب اسم الشخص ده أو الأشخاص دول لو انت كنت محظوظ. اما تاني معيار كاتبينه التعليم والنمو. التعليم والنمو يعني بمعنى ان هل في عندك في حياتك في العلاقات بتاعتك شخص بيساعدك انك انت تتعلم وتمشي ناحية اهدافك وبيفكرك دايما بيها ولا لا؟ لو صح، لو ده موجود في علاقاتكم زائد واكتبوا اسم الشخص. ثالث معيار كانوا كاتبينه القرب العاطفي والثقة. هل في عندك شخص في حياتك تقدر تتصل بيه لما تكون حاسس بالضعف او الانكسار او انك انت عملت مصيبة، من غير ما تكون وتتكلم بشجاعة كده وبتتكلم بكل راحة عن مشاعرك معاه، من غير ما تحس ان هو هيحكم عليك او ان انت خايف او مش بتقول الحقيقة كاملة احسن مش عارف ايه يحصل؟ في عندك حد محقق لك المعيار ده؟ لو صح زائد واكتب اسم الشخص. رابع معيار هو تأكيد الهوية والخبرة والمشاركة. هل عندك حد في حياتك بيفكرك دايما انت مين؟ يعني عارف عنك معظم حاجاتك، معظم أشيائك، إذا ما كانش كلها. بيفكرك بنفسك لما بتضيع، لما بتحس بالضياع وتقف كده مش عارف انت مين او ناسي ان انت تقدر تعمل حاجات كتير، هو بيفكرك وبيستشهد لك بحاجات كده سابقة. هل عندك الحد ده؟ لو عندك اعمل زائد واكتب اسم الحد ده. خامس معيار هو العلاقة الرومانسية. هل انت بتشعر بالألفة وبالرضا في العلاقة دي ولا لا؟ لو لا يعني انت محتاج تعيد بقى تقييم للموضوع وانت دي بتاعتك بقى.
سادس معيار حاطينه، تخيلوا ايه؟ الدعم المعلوماتي ومساعدة معلوماتية. انا خدت وحشة يا جماعة. سادس معيار مساعدة معلوماتية وعملية او علمية. هل في حد مثلا لو انت مثلا الراوتر عندك فصل، ولا الوايرلس باظ، ولا في حاجة باظت منك في الشقة، في حد بتتصلي بيه وتقولي له اعمل ايه واصلحها ازاي، وهو ما قايل لك افتحي الراوتر واقفليه تاني؟ حد عندك يعني بيساعدك معلوماتيا والكلام ده لو وقعتي في مشكلة ولا لا؟ ماشي. اما المعيار السابع هو المرح والاسترخاء. عندك حد بتضحك معاه لحد ما يجيلك شد عضل هنا كده في خدودك؟ بتتبسط معاه، الوقت بيعدي بسرعة؟ لو عندك اعمل لايك، لو عندك اعمل بلس او زائد واكتب اسم الشخص. هي دي المعايير اللي هتساعدك تعرف علاقتك الاجتماعية على حقيقتها. ممكن بعد المعايير دي تكتشف انك انت كل علاقاتك بتاعت مرح واستمتاع، ولكن وقت الازمة ما عندكش حد تتصل بيه. ممكن تكتشف برضو في حد انت واخده فور جرانتد، او حد انت شايف ان هو موجود كده كده يعني مش واخد بالك منه، هو السبب الحقيقي ورا احساسك بالامان والاطمئنان. فانت لازم توليه اهمية اكتر من كده وتخاف على زعله، يعني ما تخسروش، انت مش مقدر قيمته غالبا. هما كمان بيقولوا لكم ان مش لازم كل المعايير دي تكون متحققه في علاقاتكم، عادي لو مش كل المعايير اتحققت، بس في حاجات انت اللي هتحددها مهمه اكتر من غيرها، وهي دي اللي لازم تكون متوفره عندك في حياتك. يا جماعه عايزه اقول لكم ان محمد صلاح لما كان في معرض الشارقه للكتاب اليومين اللي فاتوا، الراجل اللي بيدير الندوه بيقول له ايه نوعيه الكتب اللي تنصح بيها الشباب ان هم يقروها عشان يحققوا نجاح زي اللي انت حققته. قال انا اي كتاب قريته افادني، ولكن اكتر فئة بنصحهم ان هم يقروها هي كتب علم النفس، علشان هتساعدهم يفهموا نفسهم اكتر، وبالتالي يعرفوا يتعاملوا ازاي مع المرار والمشاكل السوداء اللي هتقابلهم. لان هي طبيعي ان احنا كلنا هتقابلنا مشاكل، بس في ناس بتقدر تتعامل وبتكمل، وفي ناس بتقع ما بتقومش. هو ما قالهاش بالاسلوب ده يعني، بس هو ده المعنى، ان هو اكد على علم النفس وقد ايه افاده وكان مهم. لو الحلقة يا جماعة فادتكم يا ريت تعملوا بيها، وخلي بالكم من نفسكم عشان ما تبقوا كويسين. سلام.